السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابع جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. متابعينا كنتواجدوا في المارشي ديال الكريان كما كتشوفوا معنا في هذه الصور، فضبط كمية كبيرة من اللحوم الفاسدة، يعني ذاك المواد اللي كتستعمل السوسيط كما كتشوفوا معنا في الصور. متابعينا استنفار امني كبير وكبير جدا ديال السلطات المحليه والامنيه، يعني السيد الباشا ديال المنطقه والسيد القائد المنطقه، اضافه الى عدد كبير من المسؤولين الامنيين، على راسهم مسؤولين في رجال الامن، مسؤولين ايضا في السلطه المحليه كما قلت السيد الباشا والسيد القائد ديال المنطقه ديال دار الخميس الحاضرين على هذه العمليه. كتشوفوا معنا يعني الكميه الكبيره من اللحوم الفاسده هنا في هذه المحلات، خاصه المواد المستعمله في السوسيط. متابعينا هذه الاجواء هنا. في هذه اللحظات كيتم يعني القبض على هذه الكميه الكبيره، كميه كبيره كما قلت المواد اللي كتستعمل في صناعه السوسيط هنا في المنطقه ديال الكريان، السويقه في المارشي ديال الكريان. ومازال العمليه ديال التفتيش مستمره في عدد كبير من المحلات هنا في المارشي. فهذا يعني رائحه كريهه كتفوح من هذه المواد، يعني في هذه المواد المستعمله، فرائحه كتفوح منهم كما كتشوفوا متابعينا. فكما قلت استنفار كبير ديال السلطات الامنيه والسلطات المحليه، باشا المنطقه وقائد المنطقه، اضافه الى رئيس الدائره الامنيه 20 ديال المنطقه ديال واد فاس، والامنيين المسؤولين الامنيين هنا في المنطقه ديال الأونزيام 11 ولا المنطقه النافيام، يعني المنطقه التاسعه، اضافه الى قائد المنطقه والباشا ديال المنطقه. فكميه كبيره ديال المواد المستعمله كما كتشوفوا في صناعه السوسيط. هذه هي الاجواء هنا. مازال حاليا غيتم فتح بحث تحقيقي حول المصدر ديال هاد المواد والمصير ديالها، فين كانت غاديه تمشي، شكون هما الناس اللي كتفرق عليهم وفين كتفرق في هذه الاجواء متابعينا. فبالنسبه للكميه شحال ولا مازال الى حدود الساعه، الابحاث الامنيه هي اللي غتحدد من بعد. غيكون بلاغ امني ضروري صادر في هذه القضيه هذه، شكون هما المسؤولين على هذا الشيء وفين كانت غاديه تمشي هذه المأكولات ولا هذه المواد السامه الخطيره متابعينا. استنفار السلام عليكم، بخير، لاباس عليكم؟ الله يحفظك، الله يستر عليك. فين كانت غتمشي هذه المواد؟ فكما قلت كنتواجدوا في المنطقه ديال الكريان، المارشي ديال الكريان معروف، المارشي ديال الكريان في المنطقه ديال دار الخميس او المنطقه ديال مقاطعه الماريني. حاليا غيتم يعني مصادره ديال هذه المواد والحمل ديالها، ريتما غينتهي التحقيق في هذا الشيء. يتم العبر، يعني يعبروا هذه المواد
شحال الكميه، الكبده شحال المواد المستعمله، الشحمه شحال المواد المستعمله في السوسيط اللي كتمشي اللحم، كل حاجه غيتم يعني العبير ديالها وتحديد الكميه شحال ان شاء الله بحول الله. فكيتواجدوا هنا يعني الصنفار كما قلت كبير على جميع المستويات. يعني كاين اعوان السلطه، القايد، المقدمين، الامن، الناس ديال الامن، فالكل الحاضرين. كاينين حتى الناس ديال السلامه الصحيه ايضا حاضرين هنا على مستوى هذا. ودابا حاليا يتم النقل ديال هذا المواد، الحمل ديالها وهذا الغوندا كما كتشوفوا معنا متابعينا. داكشي كيزلق عندك. يلا حاليا كيتم كاين شي مواد اللي كونجيلي هنايا، كاين شي مواد اللي كونجيلي اللي متجمدين، كاين مواد اللي كما قلت مجمدين كانوا في الفريغو هنا اللي كانوا هنا في الفريغو. عاونونا شويه، يلا عاونونا الله يجزيكم. فرائحه كتفوح من هذا الشيء، رائحه كريهه وكريهه جدا من هذه المواد. يعني المغاربه باش تعرفوا المواد اللي كتاكلوا من بعض المحلات، خاصه ديك الناس اللي كيديروا الكسكروطات وهذا، فمواد خطيره وسامه. الله ينجينا وينجيكم من كل السموم. اضافه الى هذا الشيء فكاينين حتى داك المسؤولين على السلامه الصحيه ايضا اللي حاضرين هنا كيعاينوا يتم يعني من بعد يعني توثيق كل حاجه ومن بعد يكون بلاغ ان شاء الله بحول الله بخصوص الكميه. هذا الشيء الناس اللي كيسولوا اين بلاصه، هذا الشيء في السوق ديال الكريان. السوق ديال الكريان نعاودوا نذكروا المتابعين ديالنا. شوف نعاودوا نذكروا المتابعين ديالنا هذا الشيء في الكريان، المارشي ديال الكريان، المارشي ديال الكريان اللي كيتواجد في مقاطعه المارينيين، وبالضبط قريب من الدائره الامنيه التاسعه. الكريان ما بين معروف بكريان الحجوي، ما بين حي الحسني واللابيطه والبرنيات وبعض الاحياء الاخرى. شوفوا معنا كميه كبيره كما قلت، الى حدود اللحظه مازال ما معبورش شحال ديال المواد، ولكن أكيد أنها كمية كبيرة وكبيرة جدا متابعينا. كيتم العبير ديال هذا الشيء، من بعد غادي يتم يعني في البلاغ الامني غيتم يعني الفصح على الكميه كامله ديال شحال ديال الكبده، شحال ديال الشحمه، شحال ديال المصران، شحال ديال المواد. 37 كيلوغرام هذه في هذه البوطه ديال المصران. شيء صراحه شيء كيضر في الخاطر متابعينا، هادشي والله حتى كيضر في الخاطر. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نتمنوا من الله خير يا ربي. شوف الناس شنو كياكلوا عباد الله، شنو كيعطيو الناس ياكلوا. شوف هادشي اللي في هاد السله تشوفوه، والله ما تولي شفتي هادشي الا وليتي كليتي المأكولات ديال الزنقه. شوف
شو نصران هذا نصران. اصلا كاينه واحد الريحه كريهه وكريهه جدا هذا الشيء، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عندك اخويا داك الشيء راه كيزلق عندك. شوف هذا الشيء كيفاش داير اللي في اليدين ديال اعوان السلطه المقدمين. شوف هادشي ديال السوسيط، هادشي اللي كيستعمل في السوسيط. شوف هادشي راه كارثه، هادشي كارثه عباد الله. شنو كتاكلوا؟ عباد الله شنو تاكلوا؟ عباد الله شنو كتاكلوا في الماكله ديال الزنقه؟ عباد الله اش تاكلوا في الماكله ديال الزنقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هز شوف الناس اللي كياكلوا كسكروطات في الزنقه اش كتاكلوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. عباد الله الماكله اللي كتاكلوا في الزنقه، لاحظ داك الله يسر عليك، الماكله اللي كتاكلوا في الزنقه. هذا المارشي ديال الكريان، هذا المارشي ديال الكريان متابعينا، معروف المارشي ديال الكريان معروف على مستوى يوسف صوريش داخل سول اصاحبي الكاريان واش دخل الكاريان صورتي داخل زيد اصاحبي زيد يطلع دخل الكاريان اصاحبي دخل الكاريان تبان لك الصافيط واقفه حنا تما يجيب شي قفوله وشد هذاك الشيء معلم صافي خويا شد خلي بورصه خلي يدخل بصري هذا صافي سير ولدي سير حيد من هنا حيد ولدي حيد هوندا صراحة رائحة كريهة اللي كتفوح من هذا عندك ولدي عندك اجي هنا رائحة كريهة وكريهة جدا كتفوح من هذا المحجوزات. إنما مازال الكمية ما عرفاش، فتم يعني عبروا هذه الكميه. مازال البلاغ الامني هو اللي غادي يحدد ان شاء الله بحول الله شحال الكميه، شحال ديال النصران، شحال ديال المواد المستعمله في الصوصات، شحال المواد المستعمله في كل حاجه. فنتمنى الله تعالى خير للجميع. فهذا المكان هو كريان الحجوي كما قلت. كاين تدخل ديال السيد القائد المنطقه والباشا اضافه الى رجال الامن اللي وقفوا على هذه العمليه وحجزوا هذه الكميه الكبيره ديال
يعني ديال المواد اللي كتستعمل في المواد ديال السوسيط وداك الشيء ديال البوكاديوسات وديك المصيبه الكحله اللي كياكلوا الناس المأكولات الشوارع. فنتمنىهم الله خير. تحيه لكم الى مباشر اخر ان شاء الله بحول الله.